وهلت روايح الشتاء وكل سنة وحبايبي طيبين وبعود عليكم الأيام بخير. طبعا احنا عارفين ان العدس الراعي الرسمي للشتاء. عايزة اقولك ان انا بموت فيه. النهاردة هنعمله بطريقة حلوة جدا. ما تسلقوهوش تاني، يلا بقى نشوح الحاجة كده ونشوح العدس ونشوفوا قوامه وجماله وطعمه ولونه وريحته. انا واثقة ان الريحة جات لكم لاني عندي كانت جايبة اخر الشارع. بجد الطريقة دي حلوة جدا، اول مرة اعملها بس بجد عجبتني. هنعمل شوربة العدس التركية او بالطريقة التركية. اول حاجة معايا حلة على النار. سخنت، بعد ما تسخن نزلت فيها بشوية من الزيت. وبعد ما نزلت بالزيت نزلت بمكعبين من الزبدة. معايا الخضار بتاعي: بطاطساية مكعبات، بصلة مكعبات، طماطم مكعبات، 5 6 فصوص توم، جزر مكعبات. وطبعا التقطيعة اللي انت عايزاها قطعيها، لان كده كده الخضار ده هيتسلق دلوقتي وهيستوى معايا. نزلت بالبصلايه كده، بصلايه كبيره مقطعاها بالشكل ده. هبتدي ان انا اشوحها كده في الزيت. عايزه في كده في السمنه والزيت. عايزه دلوقتي ان ايه البصله تدبل معايا شويه. اول ما البصله تدبل كده وريحه البصل العسل دي تطلع كده مع الزبده والزيت، هبتدي ان انا اضيف ال5 6 فصوص توم وصحاح كده، ايه زي ما هما، ولا فرمتهم ولا عملت فيهم اي حاجه. نزلت بالثوم بتاعي، وده توم كده كنت مفرزاه في الفريزر شايلاه بحاله كده. هبتدي ان انا اقلبهم. اول بقى ما ريحه الثوم برضو تطلع معايا، هبتدي ان انا انزل ببقيه الخضار بتاعي ما عدا الطماطم دي، اخر حاجه هضيفها، بسيب الطماطم للاخر خالص. عايزه اقول لك ان ريحه البصله في العدس تحفه. الثوم برضو ريحته في العدس بعد ما بشوحه كده تحفه. بجد الطريقة دي مختلفة ولازم ان انت تجربيها. وهتروح بيكي كده ايه، يعني في حتة تانية خالص، هتحسي ان انت والله شوربة العدس دي تحفة تحفة تحفة. ابتديت بقى ان انا انزل بالجزر، انزل بمكعبات البطاطس بتاعتي زي ما احنا شايفين. وكل ما بنزل حاجة من الخضار بغلفها بالبصل والثومة والسمنة. بقلب فيها كده ايدي طبعا في الخضار زي ما احنا شايفين. بعد ما شوحت الخضار بقى معايا كده، هنزل بقى بالطماطم. احنا اتفقنا ان اخر حاجة بضيفها الطماطم. هبتدي بقى خلاص كده غلفت البطاطس والجزر والثوم بالخضار. هبتدي ان انا انزل بالطماطم بتاعتي بالشكل ده. نزلت بالطماطم، واتفقنا ان التقطيعة اللي انت بتحبيها قطعي خضارك. هقلب الطماطم برضو بالشكل ده واغلفها كده مع، يعني ايه، اقلبها كده. ادمج الخضار كله مع بعضه بالشكل ده. وهسيب الخضار كده على النار دقيقتين مش اكتر، مش هغطي عليه. انا بعمل كل ده كده والحله ايه من غير غطا بالشكل ده. هبتدي ان انا اقلبها الخضار كده كله في بعضه. طبعا انا دلوقتي هشتغل بربع كيلو من العدس. معايا ربع كيلو من العدس الاصفر، غسلاه كويس جدا لحد ما الميه بقت ايه، نقيه كده عليه. وقعدت اغسله تحت الميه الجاريه وصفيته في المصفى. وبعد كده هشوح العدس مع الخضار. هسيب برضو العدس كده يتشوح او يسخن كده مع الخضار بالشكل ده. اول ما خلاص بقى لقيت العدس سخن كده مع الخضار بتاعي، طبعا انا دلوقتي حاطه ميه تغلي كده على النار. هنزل بالميه بتاعتي. قد ايه ميه؟ لازم ان انا اغطي العدس والخضار. لازم الميه تبقى مغطيه كده العدس والخضار. ما تقلقيش خالص، لان دلوقتي كل ما يغلى وكل ما الخضار هيستوى معايا كل ما القوام هيتقل، وهنشوفه دلوقتي مع بعض. فما تقوليش الميه كتير، لا. خلي الميه تغطي العدس كده، وكمان سيكه كده ايه، يعني ايه، عقله صوبع كده فوق الخضار كده. طبعا غطيت العدس وسبته بقى يستوى مع الخضار براحته كده وراحت راحته. بصي بقى شكله هو بيغلي كده، داخل كده في السوا خلاص. عايزه اقولك ان ريحته بدون اي اضافات، لسه ما حطيتش التوابل، لسه ما حطيتش حاجه. في منتهى الروعه بجد. ريحه البصله مع الثومه مع الخضار لما تشوح تحفه يا جماعه بجد. طبعا احنا عارفين ان اكتر حاجة بتاخد سوا في الموضوع دوت الجزر. بقطع طبعا حتة الجزر اهو. بقطعها بايه بالسيليكون كمان، يعني مش بمعلقة معدن. طبعا استوى وده بدوب كده. بصي بوريكم انه استوى وده بدوب خلاص كده تمام. اتأكدت ان الخضار بتاعي استوى. اختبرت الجزر ولقيته استوى. عايزه اقولك اني اخدت الحله فضيت العدس كده في حاجه عشان يبرد. طبعا هضربه في الخلاط، بس لازم استنى لما يهدى او يبرد عشان الخلاط ما يبص معاكي. دلوقتي بقى نزلت في نفس الحله كده بشويه من الزيت، مكعب واحد من الزبده. وهبتدي ان انا احمر نص كوبايه من الشعريه. انا عامله ربع عدس عليه نص كوبايه من الشعريه. ما تكتريش شعريه عشان ايه ما يتقلش منك ويبوظ منك. انا ايه كده بيبقى يعني كده المقادير مظبوطه: ربع عدس على نص كوبايه شعريه. قلبت الشعريه بالشكل دوت.
مجرد ما الشعرية هتسخن معايا مع السمنة والزيت، هنزل بمعلقة من التوم المفروم. فرمت كده ايه، معلقة كده من التوم المفروم. هدمج التوم او اقلبه مع الشعرية، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما الشعرية تاخد اللون الجلد العسل ده، ما تغمقهاش، هو كده لونها حلو قوي. ضربت بقى خلاص العدس بتاعي كده في الخلاط. بص لون العدس بقى والقوام بتاعه تحفة، لونه تحفة، طعمه تحفة، كل حاجة فيه تحفة. هنزل بالبهارات بتاعتي بقى. نص معلقة كبيرة كزبرة، نص معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة من الشطة، وهنزل ايه بربع معلقة من الفلفل الأسمر. هقلب بقى البهارات دي مع العدس. طبعا هدمج البهارات او اقلبها كويس جدا، وهغطي على العدس واسيبه بس ايه يعني دقيقتين الشعرية تستوي. مجرد ما يغلي غلوة او غلوتين بتلاقي الشعرية دابت واستوت. عايزة اقولك الطريقة دي حلوة. دي طريقة العدس السوري او شوربة العدس السورية. بجد جربتها وعجبتني جدا. طعمها مختلف عن العدس. ما ضفتش مرقة دجاج، ما ضفتش بهارات اكتر من كده، عشان طعم العدس ما يروحش ايه، عشان ما تغيرش البهارات طعم العدس معايا. ريحته جميله قوي، طعمه كمان خطير، القوام بتاعه طبعا لونه باين، بصي اللون بسم الله ما شاء الله. خلصت بقى كده العدس. بجد شوربة عدس حلوة جدا. حمصت عيش في الفرن بقى، عندك عيش ناشف، عندك مخلل فلفل، مخلل لفت، تقطعي جنبه خيار كده وطماطم وتحطي كمون وليمون عليها، تبقى حلوة قوي. حمصت عيش في الفرن، او انت لو عندك عيش ناشف مفيش اي مشاكل بالعيش الطري. وده بدنجان مخلل كده كنت مخللاه وشايلاه في التلاجة، اكلته جنب العدس. وبعد بقى ده كده كوباية شاي بنعناع، بجد تحفة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.